هذا اللي يقولوه. انه الناس هي الى متى؟ الى متى هذا النزوح؟ الى متى هذا الوضع؟ الى متى هذا الفقر؟ ناس تدمرت اقتصاديا، تخلف للجيل، عبء ثقيل على العائلات. وهناك الدولة التركية هي تستبيح الأرض والبيوت ومنازل الناس هاي وهم يسكنون بالخير. الدول المهيمنة على القرار السياسي هي رجعت تخلق المعاناة للشعب السوري، سواء الأمريكان أو الروس أو الكل، هم اللي خلقوا المعاناة لهذا الشعب اليوم قاعد يعيش بالمخيمات ويعاني من النزوح ومن التهجير. ليش ابن إدلب ياخذ بيتي؟ وليش ابن دير الزور ياخذ أرضي؟ وليش تركيا تقعد ببيتي بأرضي؟ ليش يجي من تركيا حتى يحتل قرية بسيطة مثلا الشرقراي؟ شنو بيه؟ يعني الإرهابيين اللي تلاحقوا بتركيا، منو بينا إرهابي؟ احنا نسيج سوري، احنا شعب سوري، احنا ما احنا إرهابيين، احنا إرهابيين بنظر أردوغان لأن أصحاب أرض وأصحاب حق. أردوغان ما يعرف الجمل هاي، أردوغان محتل. إرهابي وين اللي بدك تلاحقوا ضمن أراضينا يا أخي؟ احنا شعب متعايش، احنا كنا نسيج سوري، كردي، عربي، سرياني، شركزي. الارض ترجع بصمودها الشعب ومقاومتها الناس. راح نقاوم وراح نقاتل، واذا لزم الامر نسوي كل شيء سبيل استعاده ارضنا، لان ارضنا مغتصبه، والارض المغتصبه ما ترجع بانه اردوغان يجي يقول لنا الله يسامحكم بها، لا، راح ناخذها بصمودنا وبصمود ابنائنا، وما خذاها الجيل هذا ياخذها جيل. هذه السنة الثالثة، مرت 3 سنوات على الاحتلال التركي، احتلال مناطقنا وتدمير بيوتنا. خلال هذه ال3 سنوات مارس الاحتلال التركي كل أشكال سياساته القذرة، منها سياسة التتريك، سياسة التغيير الديمغرافي، جلب المرتزقة من كافة أنحاء العالم وزرعها في أراضينا وبلدنا، نقل لاجئين المحافظات الغربية من الغوطة الشرقية ومن إدلب ومن غيرها، وتسكينهم في مدينة تل أبيض وناحية سلوك. أنا أحد المهجرين، بيتي تدمر وأنا على استعداد تام للرجوع إليه وأسكن بخيمة، بس بشرط أنه أرجع على بيتي ويخرج الاحتلال التركي. نرجو من المجتمع الدولي الالتفات والانتباه إلى هذا الموضوع، ويكفي 3 سنوات ونحن نعاني البرد والحر في الخيم، مهجرين من أراضينا الذي استولى عليها الاحتلال التركي.